علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري المركز الخامس، من وصل في خامس المراكز. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، متابعين الأعزاء، متابعين الكرام، هناك نصل من خلال هذا الأداء ومن خلال هذه التحديات. أيضا هناك الأداء المميز، البندقية ومليون ونص، ولكن هناك التوقيت الزمني. مشاهدينا الأعزاء، متابعين الكرام، ناخذ التوقيت الزمني، لحظات وصول مفرج من أيضا راح من البداية وأكد بأنه البطل من البداية. تهانينا والناموس لشاعرنا القدير محمد بن ناصر بن مشيط المري. القريحة مطلوب الليلة مطلوب بأبيات يا بن مشيط. توقيتنا الزمني 12:32 و9 أجزاء. ما شاء الله تبارك الله يا بن مشيط. المركز ناموس. مرحبا. ايش تقول بمناسبة هذا الفوز؟ وش الخير، الله يطول عمرك، صباح الخير معك. الله يبقيك. لحظات وفي منطقة الزعفران ونحن على الهواء مباشر، بث مباشر، وهذه فرحة ابن مشيط بفوز نعم مفرج، والشباب يولوا. طول العمر نقول لك الناموس، وايش يعني هذا الانتصار في جائزة زايدة الكبرى؟ الحمد لله رب العالمين، يعني الشيء الكثير نحمد الله. جائزة غالية علينا وتحمل اسم غالي الله يرحمه، وبحضور معالي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد الله يطول عمره، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان. هذا يعني لنا الشيء الكثير وفرحة نحمد الله. اللي تشوف ربعنا ومعارفنا هذه تسوى عندنا الشيء الكثير نحمد الله. هذا اللي جعلته نشاريه ما بعد أبطأ. منافسات قوية في الجائزة، واليوم طبعا ما في حظ خر ذخيرة من الحلال، من أقوى سواء البكار أو الزمول. كيف شفت الشوط؟ كيف شفت المنافسين؟ اللي بيدخل ذخيرة اليوم، نعم، عقب اليوم بيدخل ذخيرة، هذا حياته بلاش، ما له حياة. نعم. المنافسة اليوم هذه من أشد المنافسة ومن أغلى المنافسات عندنا، وكل نعدل هالعدة. أنا هذا البعير شريته من أسبوعين، يعلم الله إني ما شريته إلا للشوط، من يوم شريته. وهذا البعير يعني يقول لك اللي ما له ماضي ما له حاضر ولا له مستقبل. نعم. هذا البعير يسبق عصافي الطانة، أنا ما أخذه جايب 12 48 عصافي الطانة، أخذته بنص مليون. ما شاء الله. هذا نحمد الله، أخذت شيء كفو وفرح جماهيره وفرح بني عمي ومعارفي ونومسني قدام معازيبي. هذا يعني لي الشيء الكثير. قادم عزبة بن مشيط ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. القادم افضل ان شاء الله، اوعدهم ان شاء الله القادم افضل باذن الله تعالى. تستاهل. تدعم بعد العزبة بمستويات جديده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان الدعم جاي، ونطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ما به شيء الا بتوفيق الله. واحنا نقول لك ناموس دائم، وان شاء الله دائما على الفوز وعلى الانتصار. تعال خير. لا تقول عمرك. سيد ابو ناصر بالناموس في عزبة بن مشيط ومع سعيد بن ناصر. نومس لك بإنجاز كل يوم في جائزة زايد الكبرى. تستاهل خير، الله يطول عمرك والسامعين. الإنجاز في جائزة زايد الكبرى له طعم وله معنى وله ذوق وله مكانة خاصة عندك أكيد. صحيح، يعني إن الشيء الكثير. أول شيء شارة لها عندنا معنى ولها عندنا طابع غير. ثاني شيء حضور المعازيب سمو سيد الشيخ منصور والشيخ سلطان بن حمدان الله يطول أعمارهم. بعد يعني لنا الشيء الآخر والحمد لله هذا توفيق الله. أنتم عادين العدة ومشترى قوي ومشترى على نظرة طيبة. نعم. كيف الشوط كان وكيف منافسات الشوط ومسايرته؟ نعم طال عمرك، عادين العدة والهجل الحمد لله أنجزت إنجازا طيب، والبعير هذا بعير سبوق ومشري قريب، والشوط شوط رمز ما هو بالشيء السهل. نعم. معانا من الرجال اللي يبغون اللي احنا نبغي، ولكن توفيق الله حالفنا ونحمد الله. الإنجاز
في بداية الموسم يخليك يعني معنوية ودفع لبقية المراكز والختاميات. حدثنا عن استعداداتكم لبداية الموسم، يعني من الموسم من بدايته يعني. والله الحمد لله حمدا فضيل، البداية طيبة أبشرك، والقادم أفضل إن شاء الله بحيل الله. دعم الشيوخ ودعم أصحاب السمو والشيوخ للهجن خلى له يعني مكانة، وخلى الرياضة يعني محاضرة بين الرياضات على مستوى الدولة وفي دول مجلس التعاون. ما في شك، لولا دعمهم ما سوينا شيء، لكن هم داعمين. العلوم الطيبة كلها نحمد الله. واحنا بنقول لك ناموس دايم، وان شاء الله دائما نجيكوا على سابق وعلى نواميس. تستاهل خير، الله يطول عمرك. مرحبا. الشاعر محمد بن مشيط الله يمسيك بالخير. ومسيك بالناموس ومفرح اليوم ما قصر. تستاهل خير الله يطول. نومس في هالجائزة الكبيرة، نومس يام كلها مو بمشيط. نعم. مفرج طال عمرك أبرك نواميسه، وأول نواميسه أنه حصل على جائزة زايد الكبرى. هذه جائزة غالية، فندق زايد تسوى عندنا الشيء الكثير، وتعتبر أول المهرجانات الرسمية في الدولة. نعم. ومفرج طال عمرك ما شري إلا للرمز هذا، والحمد لله حصل عليه. نعم. توفيق من الله. المنافسات كانت قوية، والشوط كان مو بسيط. يعني ايش كانت ردة فعل على الشاعر فوز الفوز اليوم؟ والله اكيد ردة فعل طيبة، ومفرج عند ربع طال عمرك يعرفون قيمة مفرج، يعرفون مستواه، والترشيح ما كان على مفرج في جميع مجالس الترشيح. نعم. ما جابوا له السيرة ولا طاري. تمام. ولكن بنغير اسمه من مفرج إلى مخلف التراشيح. مخلف التراشيح ما شاء الله. طيب الشاعر قال في مخلف التراشيح شيء؟ لا والله بيتين بس نسمعها. يقول ناموس يزهونه هله والهوى كوس، ولحب في بعض المواضيع أعرج، من خلقة الدنيا وحنساس ناموس، من عاد جلاب المنايا يحرج، ولا نشترك في الرمز نبحث عن فلوس، نطمح الرمز جابها لنا مفرج. ان شاء الله مفرج صح لسانك وان شاء الله ان نلتقي في الختاميات الكبرى، وفي محمد الشيخ، في مركز الشيخ محمد بن زايد، وفي مركز ولي عهد دبي، وان نسمع ابيات. بس ودني يعني اكثر شويه ما عاد له الشوط الا الشوط الرئيسي. طول عمرك وناموسا دائما الشاعر. الله يحفظك. الله يحفظك.